عارف لما تكون متعنطز، تكون عامل نفسك فتوة وشايف نفسك حبتين وماشي عامل مجنص وعضلات وواد ايه يعني، هنا مجنص وهنا مجنص وواد كده، وجيت داخل خناقة رحت اخد فيها علقة وعلقة موت، فكل اللي موجود ضحك عليك. فلازمة العضلات دي حاجة كده، العضلات ملهاش اي لازمة. الكلام ده انا اقصد به ايه؟ اقصد به مين؟ اقول لك انا، تم ايقاف قيادة نادي الزمالك. القيادة اتوقف تاني وتالت وخامس وعاشر، بس ده اتوقف مرتين. اتوقف مرتين لاشياء معينة. اول حاجة لعدم المستحقات واكل الناس اللي بياكلوها والمدربين على اللاعبين على بكل الطرق. اكلين يا ريت، انت زيزو بيقول لك ان هم عليه فلوس للزمالك، طالعين يقول لك عليه فلوس للزمالك. الاتحاد الدولي يقول لك ايه؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن ايقاف قيد الزمالك. القيد تم ايقافه بسبب مستحقات خالد بوطيب. يجب على الزمالك دفع 983 ألف يورو، أي ما يقارب ب 55 مليون جنيه مصري. دي أول قضية. القضية التانية بتاعت مين؟ بتاعت باتشيكو. يقول لك اها، فيفا يدرج نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوف قيدها بسبب الحكم الصادر لصالح باتشيكو بالحصول على 880 ألف يورو بعد فسخ تعاقده. فين شيكاتك المفتوحة يا عم ميدو؟ مش في شيكات مفتوحة؟ شيكاتك المفتوحة دي ايه بالظبط؟ ولا زي قال المستشار مرتضى منصور مفتوحة من انهي جهة بالظبط؟ وعندنا شيكات مفتوحة نعمل مش عارف ايه، وبعدها راح طالع بتصريح تاني بين كريم بنزيما، بنتفاوض مع كريم بنزيما ومش عارف ايه يا عم. فين يا سيدي الشيكات المفتوحة يا ابو شيكات انت؟ ما تسدد يا عم اللي عليك وخلي ناديه. وطلع لك عصام مرعي، كابتن عصام مرعي نادي كابتن نادي الزمالك السابق، طالع يقول لك الاهلي، الزمالك ركب على الاهلي مش في الاداء والمش عارف ايه ايه. طب انت لو جبت لك التصنيف اللي نزل، تدفن نفسك في الطين يا ري، مش هقول لك في الرمل عشان الرمل نظيف، في الرب. انتوا ايه فين الفكر بتاعكم؟ فين الشيكات المفتوحه يا عم ميدو؟ عايزين نشوف احنا الشيكات المفتوحه دي اللي عايز تتعاقد بيها مع لاعيبه النادي الاهلي. فين الشيكات المفتوحه بتاعتك؟ ولا مفتوحه من انهي جهه بالظبط؟ مش في شيكات مفتوحه، شيكات مفتوحه معانا، الشيكات مفتوحه مش عارف نقدر نعملها ونقدر نعملها، بس احنا مش عاملينها. يا عم اعمل، والله العظيم لو قدرت انك تتعاقد مع محمود الخطيب نفسه تعاقد. انتوا بج وجخ على الفاضي، انتوا بج على الفاضي. ما فيش واحد فيكم بيقول كلمه صحيحه يا راجل. كابتن عادل القيعي طلع لك وقال لك ان انت يعني واخدين من بدايه التاريخ، واخدين 44 لاعب من النادي الاهلي. فانتوا ايه؟ ده الاحصائيه اللي نزلت، الاهلي في التصنيف العالمي فارق عن الزمالك ب 177 مركز. انت المركز ال 230 تحت، الاهلي ال 53 عالميا، والاول افريقيا وقاريا. انت الثامن قاريا، يعني انت الثامن في قارتك، الثامن في قارتك. بيراميدز اللي لسه ما كملش اي حاجه، لسه طالع جديد نونه لسه انت بتربيه على ايديك عشان ياخد مكانك اساسا، يبقى يكون وريثك. تمام. الرابع. والفرق برضه بينه وبين النادي الاهلي في التصنيف العالمي، 74 مركز. فانت لما تيجي تعمل احصائياتكم مع النادي الاهلي، ما تعملش احصائيات، ما تحطش النادي الاهلي ده في دماغك. يوم ما تحط النادي الاهلي حطه مع ريال مدريد، برشلونه، الجماعه الناس دي، عشان ما يكونش النادي الاهلي المركز ال 53 عالميا وانت ال 230 وتيجي تقارن نفسك بيا. ما معلش انا مش هقارن نفسي بيك، انت عايز تحط راسك براسك من ربع المستحيلات. في فرق سرعات يا سيد الريس، في فرق سرعات. ابو شيكات مفتوحه ده يروح يسد الشيكات بتاعته، يسد المديونات اللي عليه. خالد بوطيب على باتشيكو، على المدرب بتاع اليد اللي طلع وفضحكم، مدرب حراس اليد.
والمشجع الاهلاوي اللي وصلوا بلده، وطالعين تزيطوا هو بس زيطه وزيطه بس، بتطلعوا رب من بقكم ظرف وخلاص. طلعتوا علينا من انهي داهيه انتوا؟ والله العظيم الاعلام بيجي يبخ سبحان الملك، بيجي بكابورت ومفتوح كده علينا الاعلام، بكابورت. ده مفيش واحد يا مسلم في الاعلام بيطلع من الزملكاويه يقول كلمه واحده بما يرضي الله، ولا واحد. لكن كلهم عايمين في العايمه، اللي هو انا هعلق فشل على النادي الاهلي، هعلق فشل على النادي الاهلي، الزمالك وبيراميدز يد واحده، الزمالك وبيراميدز يد واحده، اعلق فشل على النادي الاهلي، اعلق. يا ريت ده لو واحد جاله، ده لو واحد في من الزملكاويه، واحد من الزملكاويه جات له كحه يقول لك النادي الاهلي، ياخد مضاد حيوي اسمه النادي الاهلي، لازم يطلع يقولها. انتوا بالصدق انتوا ازاي اساسا بتطلعوا على الشاشات وتتكلموا كلام انتوا مش عارفين؟ والله العظيم انهي صنف اللي بتشربوه ده مش عارف. ما انا عايز اعرف الصنف اللي بتشربوه، ما شفتش الصنف اللي انتوا بتشربوه ده، وربنا يعفي العباد عنه. شوف شيكاتك عم ميدو وجهز حالك، ولا ورينا ولا نشوف الاتحاد هيعمل ايه في القياد مع ابو ريده. ابو ريده، يلا دمتم في امان الله. السلام عليكم.